السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم مع سميحة. مبروك عواشركم. فين وصلتوا في تحضيراتكم الرمضانية؟ خلوا لي في التعليقات. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم آلات المعسلات الرمضانية اللي كنحمق عليهم بلغات بالزنجلان بواحد الطريقة اللي جد سهلة، مقادير جد اقتصادية، مع الاسرار باش يجوك مقرمشين ولذاذ بزاف ومقومين. تابعوا معايا الفيديو الى الاخير باش تعرفوا معايا المقادير وطريقه التحضير. واذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش الضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو وتشتركوا على القناه باش يوصلكم كل جديد. غتلقاو بزاف الوصفات اللي بسيطه وسهله. على بركه الله عندي هنا واحد الكميه قليله من النافع وحبه حلاوه وشويه مسكه حره، تقريبا واحد 3 الحبات. غنطحن هكا الكل، غنستعمل منهم معلقه كبيره. في واحد لابول غادي نستعمل واحد 125 غرام ديال الدقيق الابيض اولا الفورس. نفس الكميه ديال الدقيق الابيض هي ديال الزرجلان، يعني واحد 125 غرام اولا نص ربعه. معلقه كبيره من الخليط اللي طحن ديال النافع، حبه حلاوه ودوك 3 الحبات ديال المسكه الحره. معلقه ديال القرفه اللي تكون جديده باش تخلي لنا ديك اللذه زوينه، وقبيصه ديال الملح. وغادي نخلط جميع النواشف هكا مع بعضياتهم. بالنسبه لي انا هنا استعملت غير نص رابعه، وغادي تشوفوا الكميه اللي غادي تخرج ليا تبارك الله وفيره جدا. هنا غنزيد واحد صفر ديال البيضه، غنضيف واحد معلقه ديال الزبده اللي غندوبها، معلقه ديال الزيت النباتي. انا كنستعمل معلقه المويان، يعني المعلقه الكبيره باش كنخدمو. صافي كنخلط هكا، كنحاول بحال نبسبس هكا المكونات ديالي بطريفه ديال الصباع. بالنسبه للزرجلان راه كنخدموه بلا ما نحمروه حيت مازال غادي يتقلى لينا، فكنستعمل غير كنقيوه هكا وكنخدمو به. صافي كيف كتشوفوا كنبسبس الخليط ديالي مع هاد المكونات وغادي نبدا نجمع بمزهر. وغنضيف واحد معلقه ديال الخل، من الافضل يكون الخل ابيض، اذا ما كانش فراه تقدروا تستعملوا غير الخل العادي. معلقه يعني نفس المعلقه اللي عبرت بها الزبده والزيت هي نفسها اللي غنعبر بها الخل. صافي هنا كنبقى نضيف المزهر وكنجمع الخليط ديالي. الخليط ديالي ما يكونش ليا جاري وما يكونش قاصح فيه، يعني القياس في القصوحيه، يعني كتجمع ليا العجين وصافي. كيف كتشوفوا كنحصل على هذا القوام، كنغطيها بلاستيك اولا سلوفان وكنخليها على الاقل واحد نص ساعه ترتاح، عاد كنجيو نخدموا بها باش كنخدموا بها على راحتنا. من بعد ما مرات واحد نص ساعه كنرش سطح العمل ديالي بالدقيق اولا بالنشا. تقدروا تستعملوا غير فوق السلوفان ديك العجين اولا تقدروا تسبسطوها، يعني ما كاين حتى شي مشكل، راه ما كتلتصقش لينا. صافي هنا كنوضع العجينه ديالي، قسموها على زوج من الافضل، وكنبدا كنسرح فيها بالمدلك. ضروري السر من الاسرار ديال البليغات باش يجيونا زوينين اننا نرقوا العجينه هكا مزيان. انا ما كنديرش عليها الخميره نهائيا، كنبغيها هكا تجيني رقيقه ومقرمشه. صافي هنا بالجراره ديالي اللي كنخدم بها الحلوى غادي نبدا نجر هكا وغنبدا نكون مربعات، يعني كنجر هكا طوليا. كنحيد بطبيعه الحال دوك الحواشي اللي كيكونوا في الجوانب زايدين وخاسرين، واي يعني اي عجينه حيدتوها كانت خاسره لكم الافضل انكم تردوها في البلاستيك باش هكا تبقى العجينه ديالكم رطبه، مين تبغيو تعاودوا تخدموها ما توحلوش معها. صافي هنا هاد الحواشي كيف قلت لكم راه كنديرهم في البلاستيك وكنبدا نكون مربعات. وديك الساعه نتوما المربعات كديرهم على حساب البليغات ديالكم، بغيتو ديروهم صغيورين اولا شويه متوسطين اولا كبار، كيبقى لكم الاختيار. صافي من بعد ما شكلت هكا المربعات متساويه الحجم هكا كنبدا نشكل البليغه ديالي. كناخذ داك المربع وكناخذ دوك الطريفات ديالو اللي كيجيو في الحاشيات، واحد في الحاشيه اليسرى ديال الفوق واحد الحاشيه اليمنى ديال التحت، وكنحاول هكا كنضغط. وضروري كنضغطوا مزيان عليه باش منين نبغيو نقليو ما تحلش لينا ديك العجينه. كيف كتشوفوا كناخذوا مربع وكناخذوا ديك الحاشيه الفوقانيه مخالفه مع الحاشيه التحتانيه وكنورك هكا مزيان بالعجينه ديالي ما تحلش. يعني ضروري 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 جدا اننا نوركو مزيان باش منين كنقليو البليغات ديالنا ما كتحلش لينا العجينه وما كيخسرش لينا الشكل ديالهم. صافي كنحاول هكا نكمل الكميه كامله، كنوضعهم في واحد الصينيه حدايا اولا بلاطو هكا كنخدم وكنحط
باش كتنشف ليا هاديك البليغات اللي كنحط كينشفوا ليا ضروري، يعني ما كندوزو للقلي حتى ضروري البليغات ديالنا كينشفوا كيف كتشوفوا منين كينشفوا بحال كيغمق ليهم شويه اللون. وهاد ليطاب ضروريه حتى جدا، واثير من الاسرار باش ينشفوا معكم بليغات ديالكم. اذا كانت العجينه باقا فتيه وجينا قليناهم ما غيجيوش نهائيا زوينين وما غيجيوش مقرمشين. صافي من بعد ما نشفات ليا العجينه تقريبا واحد ساعه ساعتين، بغيتو ديروهم الصباح تخدمتي العشيه، المهم واحد الساعه على الاقل عاد كنبداو القليان. هنا درت واحد الكاسرونه وكنعمرها هكا بالزيت وكنوضعها على عافيه تكون مهيله بزاف. وهذا السر الثالث من اسرار النجاح ديال البليغات ديالكم. وحتى في الشباكيره نفس الطريقه، ضروري اننا نسخنوا الزيت مزيان، يعني حتى كيولي الزيت ديالنا على درجه الحراره مرتفعه، وكنقص العافيه حتى كتولي مهيله بزاف. عاد كنبدا هكا نقلي هكا البليغات ديالنا كيتقرمشوا وكينمتو من الداخل وكيجيو زوينين بزاف. اما اذا جينا درناهم على عافيه مجهده فراه غادي يتحمروا غير من برا ومن الداخل غيبقاو خضرين، ما غيجيو زوينين وما غيجيوناش مقرمشين. صافي هكا حصلت على هاد اللوين مذهب، كنحيدهم وكنديرهم اوتوماتيكمون في العسل. صافي ملي كنحط هكا الكميه ديال البليغات ديالي في العسل كنرجع ثاني نقلي الاخرين بين ما تعسلوا ليا هادو، كنجي كنحيدهم وكنعاود ثاني نحيد ديك القليه ونرجعها في العسل. كنحاول العسل نديرو في كاع الجوانب باش كيتعسلوا ليا هكا من الداخل من برا. ومنين كنحيدهم كنوضعهم في واحد المصفات اولا عندي هنايا واحد الشبيكه ديال الاينوكس، صافي كنوضعهم فيها حتى كيتسقطروا من ديك العسيله وكنقدموهم بالصحه والعافيه. كنتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تجربوها، راه فعلا كيجيو لذيذ بزاف. شوفوا معايا، ما كرهتكمش الصراحه تسمعوا التقرميشه، ولكن خساره كان عندي الصداع بزاف، يعني ما نقدرش نخلي لكم الصوت الاصلي ديال الفيديو حيت غادي تصدعوا بزاف. شوفوا معايا كيف كيجيو من الداخل طيبين ومقرمشين، والاهم انهم لذاذ بزاف ومقومين، كيجي فيهم ديك اللذه ديال المسكه حره وديال القرفه وباقي المكونات. كنتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه وتخليو لي التعليقات ديالكم كيف جاتكم، وما تنساوش تصوروها لي وتخليوها لي على الانستغرام باش نشارك ان شاء الله مع الاصدقاء. تلقاو الرابط هنا اسفل الفيديو. السلام عليكم وواجركم مبروكه. واذا عندكم اقتراحات الفيديوهات الجايه ما تنساوش تخليوها لي في التعليقات. السلام عليكم وكل عام وانتم بألف خير.